أهلا بكم مشاهدي قناة العالم اليوم. في ظل وجود مواقع التواصل أصبح بعض الناس لديهم جنونا للشهرة، وفي هذا المقطع سنشاهد بعض المواقف الغريبة والمثيرة حيث يفعل البعض أي شيء من أجل الشهرة. في مشهد صادم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، حيث وثق فيديو اعتداء عريس على عروسه خلال حفل زفافهما، ليتبين لاحقا أن الأمر ما هو إلا طريقة جنونية لكسب المشاهدات. في التفاصيل، قرر عريس أن يخطب صديقة زوجته أثناء زفافهما، فأمسك بالميكروفون وقرر الاعتراف أمام المعازيم بأنه يطلب يد الصديقة للزواج وسط صدمة الجميع، ما أدى إلى مشاجرة عنيفة بين العروسين، حيث قام الزوج بضرب عروسه، بينما ظهر عدد من الحضور يحاولون إبعادهما عن بعضهما بعضا وفض الاشتباك. كما أصيبت العروس بحالة انهيار تام، حيث راحت تطالب بالطلاق، فيما فجر العريس مفاجأة مدوية، معلنا أن طلبه هذا ما هو إلا مسحة لعرضه عبر منصات التواصل وجلب المشاهدات. واتضح أن العريس إسلام السيد وعروسه أسماء هما من مقدمي المحتوى عبر مواقع التواصل، موضحة أنهما اتفقا على تنفيذ المقلب يوم زفافهما من أجل جذب المشاهدات. مش قادرة هتطلع غصب عنك. مش قادرة مش قادرة. بعد إثارتها الجدل بين المصريين، تسببت استضافة البلوغر هدير عبد الرازق بإحدى القنوات المحلية في عاصفة من الانتقادات بالشارع المصري، تبعها عدد من القرارات الهامة تجاه البرنامج ومقدمته. فقد قررت نقابة الإعلاميين إيقاف مقدمة برنامج شاي بالياسمين المذيعة ياسمين الخطيب بعد استضافتها للبلوغر هدير عبد الرازق في حلقتها الأخيرة من البرنامج المذاع على قناة النهار الفضائية. وجاء في بيان النقابة أن قرار إيقاف المذيعة وإحالتها للتحقيق جاء استنادا إلى مخالفتها لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني. كما أكد البيان أن المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين رصد خروقات مهنية في برنامج شاي بالياسمين. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف ياسمين الخطيب، حيث تم إيقافها من قبل لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة. من جانبها أعلنت شبكة قنوات النهار عن اعتذارها لجمهورها بسبب عرض حوار مع البلوغر هدير عبد الرازق في برنامج شاي بالياسمين، وقررت الشبكة حذف الحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت شبكة قنوات النهار قد أصدرت بيانا الأحد قالت فيه إنها فتحت تحقيقا في نشر محتوى الحلقة، مؤكدة تمسكها بالقيم والعادات وهو النهج الذي تسير عليه منذ بدايتها. ونشرت مقدمة البرنامج ياسمين الخطيب اعتذارا لجمهورها عبر صفحتها على فيسبوك بسبب الحلقة مثار الجدل، وأكدت أن هدفها وهدف البرنامج لم يكن إثارة الجدل، ولكن كان هدفها لفت الأنظار لظاهرة مرفوضة اجتماعيا. كذلك أضافت الخطيب أنها لم تستضف هدير عبد الرازق بصفتها نجمة، بل بصفتها حالة كان الهدف منها التأكيد على ندمها على أفعالها السابقة. يذكر أن البلوغر المصرية هدير عبد الرازق سبق أن تصدرت الترند في شهر مايو 2024 بفضيحة إلقاء مباحث الآداب القبض عليها، ووجهت لها وقتها تهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وتم اعتقالها. فيما نشرت لها في وقت سابق فيديوهات فاضحة مع أحد الأشخاص، لتخرج بعدها باكية في بث مباشر وتقول إن من ظهر معها في الفيديو كان زوجها، وإنها لم تكن تدري أنه يصور هذا المقطع ولا تعلم من المتسبب في نشره. أنا نمت صحيت لقيت نفسي للمرة التشرليون تقريبا ترند. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.